السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو اضغطوا لي لايكات كتير وشجعوني انزل لكم كل جديد. مبدئيا كده هنسمي الله وهقول لك ازاي تحافظي على طيورك من الشوطه او من الامراض والفيروسات اللي شغاله الفتره دي والفتره اللي جايه والفتره اللي عدت وطول الوقت. مبدئيا كده الناس اللي كانت بتسالني على رومي تايجر او الناس اللي طول الوقت بتسالني على رومي تايجر، انا يا جماعه الخير انا خفيت من اللي عندي وهبيع باذن الله ديكين رومي تايجر، وهبيع فرخه او فرختين، وممكن ابيع فرخه بلدي وفرخه رومي تايجر مع الديك. طبعا دول ما شاء الله اوزانهم كويسه. عندي ديك اللي هو الكبير ده انا ممكن ابيعه، يعني هبيعه شغال كويس جدا ما بخيبش ولا بيضه. اللي حابب ياخد حاجه منهم يكلمني على الخاص على رقم الواتساب، وباذن الله ده رومي للانيه وللذبح الاثنين، يعني اللي حابب يذبح شمورت زي العسل، واللي حابب كمان يشتري للانيه يعني فياخد ديكو فرخه ما شاء الله هيملوا له المكان رومي عنده. يعني انا بخف ليه؟ عشان المكان وخلاص، هو كله وشبع. عندي واحد 8 كيلو ونص، وعندي واحد 5 كيلو ونص، وعندي واحد ثالث اللهم بارك 5 كيلو. كل دول باذن الله هيطلعوا للذبح، هيطلعوا للبيع. وطبعا الوزن ده مش هو الوزن الثابت، لما بتبيعوا بيتحطوا على الميزان مره تانية، ممكن خس ممكن زاد على حسب يعني. وكمان عندي ذكر وز الوان اهو ان شاء الله هستغنى عنه، هبيعه وشغاله كويس جدا جدا لو حد محتاجه. مبدئيا كده هنسمي الله ونقول الناس اللي حابه تشتغل او حابه تربي طيور وخايفه من الفيروسات او خايفه من الامراض، هقول لك على حاجه بقى، لا وصفه ولا حاجه من بيتك ولا الكلام ده كله. اشتغلي على وش السوق. يعني اشتغل على وش السوق، يعني اشتغلي وبيعي اول باول، ما تركنيش حاجه عندك. لو انت عندك فيروس في المكان وطول الوقت بتربي طيور وما بتنفعش عندك، او بتربي طيور ولما تبدا تكبر كده وتحلو ومش عارفه ايه تلاقيها مش نافعه معاكي، فانا هقول لك النهارده ربي على وش السوق، يعني ربي وبيعي. هاتيلك شويه فراخ تسمين ربيهم وشهر وبيعي لحد ما تتاقلمي ولحد ما تعرفي تربيه الفراخ مظبوطه، تعرفي تعالجيهم وتعرفي الامراض اللي بتقابلك وتعرفي الفيروسات وتعرفي علاجها. لكن ما تبقيش لسه جديده ومش فاهمه وتروحي تجيبي فراخ للبيض وتخليها عندك مش متحصنه طبعا، وتقولي اول ما باضت عندي فبهدلتني وراحت. لا، لازم تربي حاجه وتتعلمي فيها، مهما تتفرجي ومهما تشوفي برضو مش هيبقى زي ما انت ربيتي وخدت التجربه بنفسك. تمام؟ فانا هرجع واقول لك النهارده لو انت اول مره تربي طيور، ربي هاتيلك حاجه تسمين وبيعيها على شهر، يعني وليكن هاتيلك دوره فراخ تسمين بيعيها على شهر. طيب انا بتطلب مني فراخ بلدي، يبقى دوره فراخ رزي زي اللي قدامكم دي، وتتباع من اول 50 يوم. يعني بصوا دوره فراخ رزي ما شاء الله، انا بس سايبه دول للبيض، لكن انا بعت منهم كتير ما شاء الله اللهم بارك، وكان اوزانهم حلوه جدا. اللي قعدوا معايا بقى عشان ما بقوش ياكلوا علف فخسوا شويه لحد ما يتاقلموا ويتعودوا على اكل البيت او الاكل اللي انا بحطه للطيور الكبيره، هيرجعوا يملوا تاني. لكن دول خسوا معايا شويه، كنت بايعه منهم طبعا على عمر 45 يوم، كانوا اللهم بارك كيلو ونص وكيلو 600، وكانوا حلوين جدا. اللي خليتهم من البيض دول اللي بقوا ياكلوا اي حاجه، فطبيعي ان هم جسمهم هيخس شويه. طيب انت بقى زي ما بقول لك كده حابه تجيبي حاجه بلدي، يبقى توكلي على الله، هاتي الفراخ الرزي زي اللي قدامكم دي، فرز ديوك على برابر الاثنين على بعض، وتوكلي على الله وربيهم 50 يوم وبيعي منهم، وهتبقي خلصتي كده، يبقى انت ربيتي دوره ومكسبها في جيبك. طيب انا حابه اربي بط بقى ومش عارفه اربي بط ازاي وخايفه يتعب مني. البط ده ما بيتعبش، هاتي بط فرنساوي بيور، هاتي بط مسكوفي وحافظه عليه في البدايه. المسكوفي في البدايه فقط اللي بيبقى فيه وقت الخطوره، كمان البط البيور اصلا ما بيتعبش ولا بيحصل له حاجه، مناعته قويه جدا، بس هاتيه من مكان كويس وموثوق فيه، وابداي ان انت ربي البط البيور وبيعيه على عمر 50 يوم للذبح، على عمر 50 يوم للذبح لحد ما تتاقلمي وايدك تتعود على التربيه وتحس ان الدنيا تمام. ابداي بقى عايزه تربي بط بلدي، هشوفي لك ذكر وانتايه عند حد، وهاتي الذكر وانتايه وربيهم، خليهم يكسروا لك على طول ويطلعوا عندك انتاج، بدل ما تروحي تجيبي
ذكر بدل ما تروحي تجيبي شويه بط صغيرين يقعدوا عندك 6 شهور وممكن ما تعرفيش برضو توليهم وما يكونش عندهم مناعه فيموتوا منك. لا، الافضل ان انت تجيبي لك ذكر وانتايه وتنتجي منهم خير عندك وربنا يديكي خيرهم افضل. حتى النتايه لو قعدت شهر شهرين فهي هتبيض عندك وربنا هيرزقك منها خير على طول. لكن ما انصحكيش ان انت تبقي لسه اول مره تربي وتروحي تجيبي لك 10 ولا 15 بطايه ولا 20 بطايه صغيرين بلدي، لان البط البلدي حساس جدا. كل ما تجيبيه عمر اكبر احسن لك. والنصيحه مني بقى ان انت لو حابه تجيبي هاتي ذكر نتايه زي دي كده على وش الشغل اهي ما شاء الله وشها احمر قرب خلاص تشتغل، وتجيبي معاها ذكر كويس كده برده على وش الشغل ويدوكي انتاج كويس افضل ما تجيبي الصغير. بدل ما تحطي فلوس في الصغير فهتحطي فلوس في الكبير ما شاء الله ربنا هيديكي خيرهم. حبيت كده اقول لكم على السريع يعني، واقول للناس اللي حابه تشتغل وتربي تتوكل على الله، الجو مناسب جدا وحلو جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.